بنشوف طفله واقفه قدام تنين وبتقول له اصحى يا عم التنين الشرير العظيم والنبي ويلا كلني بسرعه مفيش وقت، يلا يا عم التنين كلني يلا وروح انقذ قريتي. والتنين بيصحى من النوم وبيقول ايه البت العبيطه دي؟ يا بنت انا ما باكلش لحوم، انا تنين باكل اعشاب بس صلاته على النبي. إيه لو معاكي شويه ورق جوافه، قشر رمان، ربطتين خس، حزمتين برسيم. فبتقول له ايها التنين العظيم انا مستعد اضحي باي حاجه عشان تروح تنقذ قريتي. والتنين بيقول لها يا ست الكل ما باكلش لحمه، بقول لك ما باكلش لحمه. والبنت بتقول له فهمت ايها التنين العظيم خلاص. بتجيب شويه بطيخ وبتلف حواليها عزيزي وبتقعد في نص وبتقول له يلا اتفضل ايها التنين الشرير العظيم كلني يلا، انا عارفه ان انت قوتك تتجاوز قوه ملك الشياطين بكتير بالصلاه على النبي، واحنا البشر محتاجين مساعدتك. والتنين بيقول لها يا بنتي خدي بعضك وروحي لابوك وامك لا يقلقوا عليكي. فبتقول له يا عم انا ما عنديش اب ولا ام وحيده، وكده كده لو مت محدش هيقلق عليا ولا هيهتم اصلا، وجيت اضحي بنفسي وتاكلني عشان تعير قوتك للقريه بتاعتنا عشان تنقذها، ولو انت مش عايز تاكلني فانا هضحي بنفسيتي. والتنين بيقول لها استني يا وليه يا بنت المجانين. والتنين بيفكر في حل يابا عشان خاطر يخلص من البت ديت وما تموتش نفسها في نفس الوقت. وبيقول لها طيب خلاص ماشي، انا التنين العظيم الشرير خلاص قبلت طلبك، بس انا كتنين عظيم شرير مش باكل الاجسام بالصلاه على النبي، انا هاكل روحك وقوتك السحريه، ويلا خلاص انا التهمت روحك روحي بقى. فبتقول له بجد والمصحف يا عم التنين؟ فبيقول لها اه طبعا، امال انت فاكره ايه يعني؟ الوحوش اللي من الرتبه العاليه زي حالاتي مش بتحتاج تلتهم الاجسام بالصلاه على النبي، بنقدر نلتهم الارواح من غير ما الكائن اللي قدامنا يموت. والبنت بتقطع التنين في وسط كلامه وبتقول بجد انا مش مصدقه نفسي، والله مش عارفه اشكرك ازاي بجد يا عم التنين الجامد جموده. فبيقول لها في ايه يا بنت العبيطه انت؟ فبتقول له ده معناه ان انا بقيت التلميذه بتاعتك ايها التنين الشرير العظيم يا ولي. والتنين بيقول لها بقول لك ايه يا وليه تعالي يلا بينا نرجعك القريه بتاعتك. وكل الكائنات بتكون خايفه من التنين يابا، وهو نفسه بيكون مش عارف الكائنات خايفه منه ليه اصلا. والتنين اول ما بيوصل للقريه الكل بيبقى مرعوب منه، وبيجي رئيس القريه وبيقول له ايها التنين العظيم الشرير ايه سبب زيارتك لينا يا ترى يا هل ترى؟ والتنين بيقول لهم هو انتوا اللي جهزتوا هذه الضحيه ليا يا ولي انت وهو؟ المشكله ان الكل بيبقى مخدوع في التنين اصلا، هو ما يعرفوش ان هو تنين بياكل ورق جوافه وقشر برتقان. والتنين بيقول لهم يلا خدوا البنت ديت واوعوا تحضروا ليا ضحيات تاني يا ولي. والتنين بيفتكر لما البنت قالت له انا وحيده وما عنديش اب وام ومحدش هيهتم لحالي، فالتنين بيقول للكرويين انتوا هتاخدوا البنت ديت وتعتنوا بيها كويس يا ولي، انا التهمت روحها والروح بتاعتها هي اللي انقذتك يا ولي انت وهو، انا عايز الكل يخلي باله منها ويعاملوها بما يرضي الله. او بمناسبه الحرب مع ملك الشياطين وحمايه القريه هبقى اشوف الموضوع ده. وبنشوف واحد بيحدف طوبه على التنين يابا، والتنين بيتألم جدا من الطوبه والناس بتبصله ولكنه بيعمل نفسه بيصرخ وغضبان يعني. وبنشوف الطفل اللي رمى طوبه على التنين بيقول له ربنا ما هسيبك وربنا ما هسيبك يا ولي. والتنين بيقول في سر يا نهار اسود امر انتهى هتقفش يا ابن الصارمه. ولكن الناس بتهجم على الطفل بسرعه وبتثبته، وشيخ القريه بيقول له اتوسل اليك ايها التنين الشرير العظيم، ما تاذيش الواد ده او تاخد على افعاله، ده طفل صغير واهبل. والواد بيقعد يبرطم بالكلام وبيقول للتنين كيف تجرؤ ايها التنين، ازاي تلتهم روح البنت لينجزي الطيبه الغلبانه. ولينجزي بتروح للواد وبتكون متضايقه منه جدا وبتقول له ازاي تغلط في التنين الشرير العظيم يا ولي، اوعى في مره تانية تطول لسانك على التنين الشرير العظيم والا هعمل معاك الهونجا بونجا. والطفل بيعيط وبيقول سحقا وبيقول للتنين ارجوك يا عم التنين رجع روح لينجزي تاني وخدني مكانها. والتنين بيسيب الكل يتكلم وبيقول يا رب ايه اللي انا جبته لنفسي ده، انا ايه المسلسل التركي اللي انا وقعت فيه دوت وانا مش عارف. وبيجي احد المواطنين وبيقول الحق يا زعيم القريه في وحوش قادمه علينا. والتنين بيقول انا اللي جبته لنفسي ما كنت قاعد في الكهف بتاعي باكل برتقان وجوافه وزي الفل. والكرويين كلهم بيرجعوا بيشجعوا التنين وبيقولوا هيا ايها التنين الشرير العظيم احنا واثقين فيك يا ولي. والتنين بيقول واثقين فيا؟ ده انا مش واثق في نفسي اصلا. والتنين بيحاول يعمل الحيله اللي بتنجح معاه كل مره، وهي انه يعتمد على شكله وان الناس بتفتكره التنين الشرير العظيم بجد نائب ملك الشياطين، ولكن الذئاب مش بتنجح معاهم الحيله دي. وساعتها البت الانجليزي بتقول كيف تجرؤوا ايتها الوحوش الغبيه الوضيعه، ازاي تطلقوا الهاله الهجوميه بتاعتكم ناحيه التنين الشرير العظيم. والبت الانجليزي بتطلق هاله التنين نفسه مش بيصدق اللي هو شايفها. الفكره ان الكرويين مش شايفين الانجليزي وفاكرين ان ديت هاله بتنبعث من التنين، والانجليزي بتقول مقاتله مخلوقات وضيعه زيكم هي هتوسخ ايد التنين الشرير العظيم مش اكتر.
انا هكون كافيه لهزيمتكم ايتها الذئاب الحقيره. والتنين بيقول انا عمري 5000 سنه، القوه السحريه اللي انا شايفها عند البنت ديت ما شفتهاش في حياتي قبل كده، انا حتى السحرة العظماء اللي شفتهم زمان قوه البنت ديت تفوقهم بكتير. ولينج زي بتبص للتنين وبتقول له كان شرف عظيم ليا ايها التنين الجامد جموده ان انا استخدم جزء من قوتك. لينج زي بتكون فاكره ان مصدر قوتها ومصدر هالتها هو التنين اصلا. وبنشوف القرية كلها يابا عمالة تحتفل ومولعين نار وبيعملوا ولائم وخاربين الدنيا وفرحانين بالتنين قوي. والتنين بيقول لرئيس القرية ابنك المتهور دوت راح فين يا لي؟ ورئيس القرية بيقول له لا والنبي يا عم والنبي ما تأذيهوش يا عم التنين الشرير العظيم والنبي ده عيل اهبل ودماغه تعبانة. والتنين بيقول له يا عم ما تخافش انا عايز اتكلم معاه مش اكتر. والواد بيجي يابا والتنين بيحاول يفهمه ان كل الهالة السحرية اللي هم شافوها من شوية دي مش طالعة منه، دي طالعة من البت لينج زي والتنين ملوش اي دخل فيها. ولكن الواد بيقول له انت عايزني اصدق الكلام دوت يالي؟ انت بتعمل كل دوت عشان تحاول تخبي قوتك الشريره. والتنين بيقول يا دي الليله الزرقاء اللي مش باين لها ملامح، هو محدش بيصدقني ليه يا اخوانا؟ والمصحف الشريف انا ضعيف والارانب اللي في الغابه اقوى مني. والواد بيقول له برضه مش هصدقك، يعني مش هصدقك يا كداب يا ابن الكدابه، البشر اصلا ما يقدروش يستخدموا السحر العظيم اللي انت اطلقته ده. والبت الانجليزي بتقول له اعتذر للتنين الشرير العظيم يالي، ازاي تقول له يا كداب يا ابن الكدابه، انا هخلص عليك دلوقتي. والتنين بيقول لها استني بقى يا ست الانجليزي، انت عايزه تخلصي على اي حد وخلاص، انا مش زعلان يا ستي، وبعدين هو ده مش برضه صديق طفولتك؟ فبتقول له يا عم انا معرفوش، هو كان دايما بيحاول يهربني من القريه معرفش ليه، وكان بيقعد يجيب لي لبس واكل، وفي كل مره كان بيتمسك وكانوا بيعاقبوه وبيضربوه على القنبله، اكيد كان بيحاول يطلعني بره القريه عشان ما ابقاش الضحيه بتاعتك ايها التنين الشرير العظيم ويبقى هو الضحيه، وكان زمان هو اللي عنده القوه دي كلها والتلميذ بتاعك. والتنين بيقول بسم الله ما شاء الله عليك يا لينج زي، والله اهنيكي على غبائك اللامتناهي. والواد بيقول برضه مش هزعل منك، اكيد انت تحت تاثير سحر التنين الشرير العظيم يا بت الانجزي. والبت الانجزي بتركب التنين وبتقول له هيا بنا ايها التنين الشرير العظيم. فبيقول لها انا ما بعرفش اطير يا بت الانجزي، ولكن بيلاقي مره واحده طلعت له جناحات من السحر يابا. والتنين بيقول يا نهار اسود الجناحات دي طلعت لي امتى؟ فبتقول له يلا بينا نروح نقتل ملك الشياطين بسرعه. فبيقول لها ملك شياطين ايه اللي نروح نقتله انا وانت بسرعه يعني؟ فبتقول له ملك الشياطين انت التنين الشرير العظيم النائب بتاعه، وانت قوتك تبقى اقوى منه على فكره على الرغم من ان انت النائب بتاعه. فبيقول لها ما انا عارف ان انا اقوى من ملك الشياطين جدا خالص يعني، ولكن انا كنت نايم بقالي 5000 سنه ومعرفش حاجه عن العالم واتغير ازاي في الفتره اللي انا كنت نايم فيها. والانجزي بتقول له انت مذهل ايها التنين الشرير العظيم، بتخطط لكل حاجه وعايز تدرس الامور من كل النواحي قبل ما تروح تقتله. فبيقول لها طبعا انا بدرس كل حاجه طبعا، اكيد دي كانت خطتي يعني، موضوع مش صدفه. احنا بصي لازم ندور الاول على محاربين اقوياء نضمهم للجيش بتاعنا، بس هنلاقيهم فين بقى؟ ده احنا لازم نقعد نبحث كتير قيمه كده 100-200 سنه. والبت الانجليزي بتفعل تقنيه بصيره العين الثالثه، وحرفيا بتمسح بعينيها كل الاراضي وبتدور على اقوى المحاربين، وبتعرف ان في قريه اسمها بالي وبيتجمع فيها اقوى المحاربين في المنطقه. والتنين بيقول لها لقيتي بسرعه اقوى المحاربين؟ طيب لا جميل يلا نروح بقى ندربهم ونشوفهم. واول لما بيوصلوا القريه بيلاقوا عليها هجوم من وحوش شريره. المشكله ان الجنود اول ما بيشوفوا التنين بيتخضوا وبيركزوا هجماتهم كلها على التنين. ولكن لينج زي بتقول كيف تجرؤوا ايها الجنود انت وهو لي، وحرفيا يابا بتنفخ فيهم بتفشخ كل حاجه. والكل اول ما بيشوف التنين بيتصدم، بيقول مش ممكن هو ده التنين الشرير العظيم نائب ملك الشياطين. ولينج زي بتقول ايها الحمق كيف تجرؤون انت وهو لي، ازاي توجهوا اسلحتكم ناحيه التنين؟ احمدوا ربنا ان التنين مش عايز يأذيكوا. وبتيجي القائده بتاعه المحاربين اللي في القريه وبتقول انا بعتذر عن التصرف الغبي اللي رجالي عملوه، ولو سمحت ايها التنين الشرير العظيم انت والفتاه الجامده جموده ساعدونا والنبي. ولينج زي بتقول لها طبعا اللي واقف قدامك دلوقتي هو التنين الشرير العظيم، والهجمه اللي شفتيها من شويه دي مجرد نقطه في بحر من قوه التنين برمشه واحده من عينه يقدر يمحي المدينه كلها من الوجود اصلا، مش صح ايها التنين الشرير العظيم؟ فبيقول لها صح جدا خالص يعني، وماله ما نمحيهاش ليه يعني؟ والقائده اللي تاني بتقول له طب بص يا عم التنين عايزين نستفاد من قوتك، الوحوش دي بعد ما بنقتلها بتتحول لهياكل عظميه وبتحاربنا تاني، احنا عايزينك بضربه واحده تقتل كل الوحوش اللي بتطير في الجو، ولما تتحول لهياكل عظميه احنا هنقاتلها في الارض. والتنين بيقول عايزينها تشقلب، والتنين بيقول في سر عايزينها تشقلب وقاتل الوحوش في الجو. وبيقول ايه المهمه البسيطه ديت؟ بص يا بت يا الانجزي انا هكلفك باول مهمه ليك، لما نختبر بقى قوتك وصلت لحد فين.
التنين. ولينجزي بتقول له يا دي اول مهمه تطلبها مني، تحت امرك ايها التنين الشرير العظيم الجامد جمود الفشيخ اللي مفيش منك اتنين. وعايز اقول لك ان لينجزي بتخلص على الوحوش ولا كانها بتعمل سندوتش جبنه. والتنين بيقول في سره حرفيا البت ديت مرعبه اكتر من الوحوش كلها. وبيقول للقائد اللي تاني بحسب خبرتي اعتقد ان في حد بيتحكم بالوحوش دي، واعتقد ان هو هيبقى موجود في البرج اللي هناك ده. واللي تاني بتقول للجنود سمعتوا كلام التنين الشرير العظيم، بسرعه هجموا على البرج. وفي الاثناء دي لينجزي بتكون خلصت تقريبا على كل الوحوش اللي في السماء. والتنين بيقول لها نامي بقى انت دلوقتي واستريحي. وبتيجي ليتاني وبتشكر التنين وبتقول له فعلا لقينا ساحر بيتحكم بالوحوش من البرج. ولينجزي بتكون نايمه والتنين بيقول لليتاني عايز اطلب منك خدمه، خلي البنت دي معاكي. فبتقول له انت ليه بتتخلى عن تلمستك ايها التنين الشرير العظيم؟ فبيقول لها يا ستي انا مش تنين شرير ولا تنين عظيم اصلا، والسحر اللي بينتج ده كله ناتج من الفتاه مش ناتج مني. وليتاني بتقول له انت عايزني اصدقك انت التنين الشرير العظيم نائب ملك الشياطين؟ والتنين بيقول يا دي النيله هو ليه محدش بيصدقني يا اخوانا؟ فبتقول له انت عايزني ازاي اصدق ان كميه السحر دي كلها ناتجه من بشر؟ اكيد تبقى تلمستك وانت اللي بتمدها بالسحر. فبيقول لها يا ستي ما يمكن تكون طفله مقدسه. فبتقول له احنا سمعنا عن السحره اللي من مستوى عالي ولكن السحر بتاعهم ما بيوصلش للي البنت بتنتجه. ثانيا يا اخويا الاطفال المقدسين موجودين في الاساطير بس، وما شفناش اي واحد منهم على ارض الواقع يمكن من اكتر من 300 سنه. وبعدين حتى لو انت بتقول الحقيقه فمصير البنت ديت مظلم، وده لان هي مش بتعرف تتحكم في سحرها، والسحر لما يخرج عن السيطره بالكميه اللي عندها دي بالفعل ممكن تتحول لتنين شرير يخدم ملك الشياطين. وليتاني بتقول له الاهم من ده كله يا علي، انا سمعت اللي انت بتتكلم مع البنت ديت وبتقول اللي انتوا هتقتلوا ملك الشياطين بالصلاه على النبي، ليه بتخون ملك الشياطين ايها التنين الشرير العظيم يا علي؟ والتنين بيقول لها يا دي النيله يا ستي ما انا شرحت لك انا لا تنين شرير ولا تنين عظيم اصلا، ولا عمري شفت ملك الشياطين ده اساسا. وليتاني بتقول له لسه مصر على الانكار وتعمل نفسك عبيط. عموما انا اسمي ليتاني ابقى سيافه مخلصه جدا لملك الشياطين بالصلاه على النبي، استعد للموت ايها التنين الشرير العظيم الخاين. والتنين بيقول يا حستي السودا انا ياما وانا عمال اقع في مشاكل ماليش دعوه بيها ليه كده؟ ولكن بالله البت لينجزي بتصحى من النوم وبتصد ضربه ليتاني بكل سرعه وبتقول له سامحني يا معلمي، سامحني ان انا نمت قدام العدو وما خدتش بالي. وليتاني بتقول لها قوتك السحريه يا لينجزي تفوق قوتي بمراحل، ولكن لما الامر يتعلق بالمسايفه والقتال بالسيوف فانا هتفوق عليكي طبعا، وبالاخص اللي انت لسه ما اتقنتيش قوتك السحريه فمش هتقدري تصديني. وحرفيا التنين بيبقى هيعملها على روحه. ولينجزي بتكون تعبانه ومش قادره تجاري مهاره ليتاني في المسايفه، وبالفعل ليتاني بتقدر توجه ضربه جامده جموده للبت لينجزي وبيغمى عليها وبتقول له جه دورك ايها التنين الخاين علي. والتنين بيقول يلا الحمد لله اهو عشت 5000 سنه برضه مش شويه قليلين. وليتاني بتقول له قوم يا عم انت هتمثل. فبيقول لها ايه ده هو انا مش ميت ازاي دلوقتي؟ ايه ده ومفيش اي جرح على جسمي برضه ازاي؟ فبتقول له السيف اللي معايا سيف سحري يا عم التنين بالصلاه على النبي، اقدر اخليه يسبب هجمات من الداخل بدون ما يعورك. وحرفيا القائده ليتاني بتقعد تتسلى على التنين يابا وبتلسوع له، ومره واحده بتعتذر له وبتقول له انا اسفه وربنا كان لازم اتاكد ان انت مش بتكذب عليا وان انت مش التنين العظيم الشرير فعلا، وبالمنظر اللي انا شايفاه قدامي دوت انت حتى ما حصلتش سحليه. والتنين بيقول لها روح يا شيخه حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. فبتقول له ما قلت لك اسفه يا عم التنين، كان لازم اتاكد ان انت مش بتكذب عليا، اكيد لو كنت التنين العظيم الشرير كان زمانك وكيلني دلوقتي وعامل مع الجيش كله الهونجا بونجا. والتنين بيقول لها عموما نخش في صلب الموضوع على طول. وليتاني بتقول له اهم حاجه اوعى تعرف حد يا عم التنين اللي انت ضعيف وما عندكش اي قوه. والتنين بيقول لها اشمعنى يعني؟ فبتقول له لان بالصلاه على النبي كده يا عم التنين لو اي حد عرف ان انت ضعيف والاخبار انتشرت فالصيادين هيدوروا عليك ويعملوا من جلدك الحلو دوت شنط وحزمه ويبيعوها في سوق الجمعه. وبتوشوشه في ودانه يا صديقي وبتقول له على خطه، وبتمشي وبتقول له لما البنت تصحى قول لها ان كل القتال اللي كان ما بيننا كان حلم مش اكتر. والتنين بيقول لها بس هي مش هتصدقني. وليتاني بتقول له ما تخافش هتصدقك، البنت متعلقه بيك وهتصدق اي حاجه تقولها لها. ولينجزي لما بتصحى بتبقى مخضوضه وبتقول له انت مال حجمك صغر كده ليه ايها التنين الشرير العظيم؟ وبنعرف ان ديت اصلا خطه البت ليتاني، واديته ميه بتعمل تعويذه تصغر الحجم بالصلاه على النبي. وبتقول له يقول للينجزي ان هو كل ما يبقى كبير في الحجم كل ما يبقى اقوى، وقوته وصلت لدرجه ان محدش بقى يقدر يقف قصاده، فهو قرر يصغر حجمه شويه عشان قوته تقل، وبالتالي البت لينجزي تعرف تتدرب اكتر من غير ما هو يتدخل بالصلاه على النبي. وطبعا لينجزي بتصدق وبتقول له برافو برافو عليك ايها التنين الشرير العظيم، قمه الذكاء قمه الذكاء يا ولي. ولينجزي وهي ماشيه بتقول له الموقف اللي حصل واللي انت قلت لي عليه انه حلم دوت مضايقني جدا، انا بفكر ارجع اقتل البت ليتاني اللي اتجرأت وشالت
السيف في وشك في قلب الحلم بتاعي. والتنين بيقولها طب معلش بس هدي نفسك اما تنامي تاني وتحلمي وبقتليها في الحلم المره الجايه. وبنشوف الطفل اودو راح للقريه اللي فيها لاتني وبيسالهم ما شفتوش بنت معاها تنين مرت من هنا؟ وساعتها لاتني بتسمعه وبتقول تنين وبنت، وساعتها بتعرف منه حكايه لينج زي وان القريه بتاعته ودتها للتنين عشان ياكلها، عشان التنين يساعدهم في محاربه ملك الشياطين. واودو اول ما بيشوف القائده بيترجاها انه يبقى تلميذها وتدربه، والقائده بتقول له عايز تبقى تلميذ يا ولي؟ فبيقول لها انا مستعد اعمل اي حاجه المهم ابقى قوي. فبتقول له طب تشاهد وودع اهلك وتعالالي. وحرفيا التدريبات بتاعت القائده ليتني بتبقى غير ادميه، والواد اودو لما بيغمى عليه بتعمل له دواء طعمه وريحته زي الزفت، وبتقول له الدواء دوت هيخليك ما تحسش بالألم عشان تقدر تتدرب لفترة أطول يا ولي. واللينج زي والتنين بيكملوا رحلتهم سوا، والتنين بيقول أنا جعان وبقالي كتير ما اكلتش، ولينج زي بتقول له عناية هصطاد لك غزلان وأرانب وجواميس وهدلعك. والتنين بيقول لها بقول لك ايه ابعدي السكينه بتاعتك ديت عن الارنب بسرعه. والتنين بيقول في سره طبعا لو قلت اللينج زي ان انا تنين مش باكل لحمه هتتصدم فيا، مخها مش قادر يتقبل اي حاجه سلبيه عني، يعني ده معناه ان انا ما اقدرش اكل قدامها خالص. وبيجي بعض اللصوص يابا بيكونوا عايزين يخطفوا البت لينج زي، وبيقول السحليه اللي معاها ديت كويس جدا احنا ممكن نبيعها في السيرك بالصلاه على النبي. والتنين بيلاحظ ان لينج زي هتعمل منهم كفته حرفيا، فبيقول لها بصي لو هتضربيهم هي ضربه واحده ويا ريت ضربه صغيره كمان. ولينج زي بتحط صبع واحد بس على القائد بتاع الحراميه وعينك ما تشوف الا النور يا عزيزي. والحراميه بياخدوا لينج زي والتنين للمقر بتاعهم عشان يحرروا كل الاسرى، وبيقعدوا يعتذروا للينج زي وللتنين كتير جدا، وبيقولوا احنا هنسلم نفسنا مننا لنفسنا من غير ضرب تاني بالله عليكم. والتنين بيقول للينج زي انت اللي هتروحي تسلمي الحراميه والاسرى لحراس المدينه. والتنين بيكون عايز يبقى لوحده عشان يقعد ياكل الاعشاب والطحالب اللي في الكهف بالصلاه على النبي. واول ما بيخش بيلاقي هاله مظلمه بتتكون، وصوت طلع من الهاله وبيقول اخيرا في كائن حي دخل للكهف من 1000 سنه. والتنين بيقول لا كده كتير يا اخوانا، والمصحف كده كتير والله، انا كده مش حد باصص لي في حياتي، انا كده حد عامل لي بيبي في حياتي كلها. والكائن دوت بيقول له استنى يا عم انت بتهرب رايح فين؟ والتنين بيقول خلاص امر انتهى، وبيغمض عينيه وبينطق الشهاده. ولكن بيلاقي الكائن ده بيقول له ما تجريش بعشوائيه، الكهف مليان بالافخاخ المميته. لا وكمان التنين بيلاقي الكائن دوت بيديله تفاح وخضروات وكنتالوب ويستفندي وبيظبطه. والتنين بياكل وبيقول له بصراحه ربنا يا عم الكائن انت خوفتني جدا في الاول والله. والكائن ده بيقول له انا من شويه استشعرت بوجود قوي جدا خارج الكهف هالي، الكيان اللي كان بره دوت كيان مدمر وقوته غير محدوده، اعتقد انه كيان غير بشري. والتنين بيقول له انت تقصد لينج زي؟ هي بالفعل قويه جدا ولكنها بشريه. والتنين بيقول له انا سمعتك بتقول ان انت بقالك 1000 سنه لوحدك هنا. فالكائن بيقول له ما اقدرش اروح لاي مكان، انا هو اله الصيد ونزلت من زمن بعيد جدا عشان اعلم البشر ازاي يصطادوا، عشان كده البشر كانوا بيحترموني جدا، ولكن بعد ما علمتهم صنع الاسلحه والصيد تركوني واتحبست هنا لاني لازم اعلم واحد كمان عشان اخرج. والكائن ده بيصعب على التنين جدا وبيقول في سره طب ده هو اكلني وشكله طيب. والتنين بيقول للكائن علمني الصيد عشان تقدر تطلع من هنا. والكائن ده بالفعل بيكون فرحان جدا جدا. والتنين بيقول له ما تتحمسش قوي كده، يعني انا مش شاطر وهاخد معاك شويه وقت برضه لحد ما اتعلم. والكائن ده بيقول له بقول لك ايه هم 3 ساعات زمن بالظبط وهخليك افضل صياد في العالم كله. والتنين بيقول له ازاي دوت يا عم الحاج؟ فبيقول له بالطريقه الصعبه طبعا يا ولي، وبيبدا معاه بالتدريبات الجسديه، وبيقول له بالصلاه على النبي كده هنبدا نسخن ب 200 عد الضغط في السريع. ولكنه بيتفاجئ لما التنين اصلا بيفرد على الارض مش بيقدر يقوم تاني، والراجل بيكون هيتشل من التنين حرفيا، ولكنه بيقول مش هفقد الامل برضه. الدرس التاني وهو التوازن يا ولي، لازم يكون عندك توازن وتحكم في جسمك عشان تقدر تصطاد بالصلاه على النبي. والتنين اول ما بيطلع فوق جذع الشجره بيتكسر وبيقع بيه. والتنين بيقول له يا عم قلت لك انه مش هيستحملني وهيتكسر. والكائن بيقول له مش مشكله هنحاول تاني، من الفشل ينتج النجاح حوالي. ولكن الجذع بيتكسر منه، وحتى لما التنين بيحاول بيفشل في كل مره. وبيقول له التدريب الجاي هتقاتل ارنب ولي، ولكن مش عايز اصدمك عزيزي المشاهد ان الارنب بيقدر يغلبه برضه. وحرفيا الكائن بيكون هيطلع من هدومه من كتر الشلل اللي هو هيتشله. وكمان الجرعه اللي البت ليتني كانت مديها له عشان تصغر حجمه ومفعولها بيخلص. والكائن بيقول مش ممكن بقالنا 8 ساعات ومعرفتش اعلمك اي حاجه. عموما ما قداميش غير حل واحد بس، مديلي ايديك يا ولي. واول لما التنين بيمد ايده الكائن ده بيطلع حاجه من جسمه وبيحطها في ايد التنين
التنين. وساعتها الكائن بيقول له حاول كده تستحضر قوتك يا لي. وساعتها مخالب التنين بتطول سنه بسيطه، والتنين بيقول له ايه دوت يا عم بتاع الصيد انت؟ فبيقول له هتكتشف قدام يا لي، انت كده خلاص اتعلمت واتخرجت. وساعتها الكائن بيختفي. وبعد كام يوم بترجع لينجزي تاني، وبينتقل هو ولينجزي للمدينه اللي بعدها، وبيقول لها خليكي فاكره يا لينجزي هدفنا ان نخلي البشر يثقوا فيا، مش اننا نقاتلهم ونخوفهم. ولما بيوصل المدينه بيقول لا يمكن تبقى مدينه كبيره زي كده ما فيهاش حراس. ولينجزي بتستخدم تقنيه العين الثالثه وبتقول له يا سلام يا سلام عليك ايها التنين الشرير العظيم، فعلا في حارسه للمدينه ديت اسمها قديسه الماء، وهي عامله حاجز سحري حوالين المدينه. وبالفعل بيسمع صوت بيكلمه بيقول له امشي من هنا ايها التنين الشرير العظيم يا ولي، انت فاكر لما تتخفى في هيئه تنين مسالم انا مش هعرفك؟ انت اكيد جاي وعايز تدمر المدينه. فبيقول لها يا ستي مش عايز ادمر حاجه وربنا، يا اخوانا ليه محدش بيصدقني؟ انا جاي بس استريح في المدينه شويه وماشي انا والبت الغلبانه اللي معايا. وقديسه الماء بتقول له هتمشي يا ولا بالذوق ولا اعمل معاك الخطيئه؟ ولكن التنين بيسمع صوت القديسه بتقول مره واحده ايه ده انت مين؟ انت مين النجده؟ حد يلحقني يا اخوانا. ودي بتكون لينجزي يا صديقي. والتنين طبعا بيبقى عارف من غير ما يسالها انت عملتي ايه في قديسه الماء. ولينجزي بتقول له ما تخافش ايها التنين العظيم الشرير، انا ما عملتلهاش حاجه، انا بس دمجت شويه من هالتي السحريه في الميه علشان تحترم نفسها وتتلم وهي بتكلمك. وبيخشوا ببلده وبيعرفوا ان قديسه الماء ديت هي اللي بتحمي المدينه كلها. والتنين بيقول لازم الاقيها بسرعه واصالحها وترجع تحط الحاجز حوالين المدينه تاني عشان الوحوش ما تخشش للمدينه. والناس كلها بتكون بتبص على التنين والبت لينجزي. ولينجزي بتقول بقول لك يا عم التنين الناس دول بيبصوا لك بطريقه مش عجباني، اخلص لك عليهم يابا بالصلاه على النبي. والتنين بيقول لها انت فاكره الخطه اللي قلناها ايه يا بت يا لينجزي ولا نسيتيها؟ فبتقول له بس الخطه دي تهزقك يا عم التنين الشرير العظيم انت وانا ما استحملش كده. فبيقول لها يا بت مهاره مهمه جدا لازم تتقنيها وهي مهاره التنكر. وساعتها البت لينجزي بتعمل ان هي مدربه في السيرك. والتنين بيتقمص شخصيه حيوان اليف متدرب انه يسمع كلامها. وواحد من السكان بيقول ايه ده هو التنين ده بيتكلم ولا ايه؟ وساعتها التنين بيقول له لا انا ما بتكلمش خالص، لا ما بتكلمش ابدا، دي خدعه صاحبتي مدرباني عليها. وبيروحوا فندق يابا عشان يستريحوا ويناموا. والتنين بيقول للينجزي انت لازم تنامي وانا هخرج شويه اعمل شويه حاجات. ولينجزي بتقول له وانا مش هاجي معاك ولا ايه يا عم التنين الشرير العظيم انت؟ والتنين بيقول انا لازم ادور على القديسه عشان اصالحها، ولينجزي لو جت معايا هتبوظ الموضوع كله. فبيتحول لنظره جديه وبيقول لها اوعي تخرجي من المنزل يا بت يا لينجزي. وساعتها لينجزي بتسكت شويه وبتبص له نظره خبيثه وبتقول له انا فهمت انت عايز ايه يا عم التنين.